أحداث عديدة مرت بهذا الشارع مع أنه شارع حديث نسبيا. لقد بدأ في شق الشارع في أواخر القرن الماضي في عهد الخديوي إسماعيل، ولما كان إسماعيل مولعا بنقل صور الحضارة الغربية لمصر، فقد جاء تصميم الشارع بالمشايتين المظللتين بالبواكي على الجانبين محاكيا لشارع ريفولي، أحد أشهر شوارع باريس. يمتد نظام البواكي على طول هذا الشارع الذي يبلغ عرضه 20 متر، منها 8 أمتار للمشايتين وال12 الباقية لمرور العربات والحيوانات. 12 مترا لم يكن موضوعا في الاعتبار عند تقريرها أنه سيرد على هذا الشارع هذا الزائر الجديد. في أول أغسطس عام 1896 في الساعة 10 تماما، في حفل كبير صفت خلاله الناس ألوفا على جانبي الشارع، استقل حسين فخري باشا ناظر الأشغال أول مركبة تسير بقوة الكهرباء في مصر كلها. هات يا ابو الكباب، النبي اللي معاه فكه يتعاون معانا يا فندم عشان ما فيش وقوش خالص. هات يا ست الحلوين. حاضر انا جاي لك. ايوه يا كابتن. هات يا ست الحاجه. تسمح لي سيادتك؟ هات يا اخ يا صغير. ادي 5 ساغ ويبقى لك رسالة. شكل يا باشا. اوعى يا صغير كده. خش يا بابا. وكان خط سير المركبة من بولاق إلى العتبة إلى شارع محمد علي حتى القلب. وقد وصفت جريدة المقطم حين ذاك الترام بقولها: مركبات تجري لا بقوة الخيل ولا بقوة البخار، بل بالقوة الطبيعية التي تسبب البروق والرعود، تجري على أسلاك منصوبة في الهواء، والقضبان ممدودة في الأرض، فتدور عجلات المركبات وتجري حتى تسابق الريح. عندما مشى الترام في شارع محمد علي لأول مرة كان الأطفال يصرخون، وكان الجالسون على المقاهي يقومون فزعا خوفا من هذا الكائن الحديدي الغريب. هكذا دخل الترام شارع محمد علي فتيا قويا، ولكن بعد 84 عاما لم يهدأ خلالها من قطع الشارع يوميا. كيف أصبح حاله؟ لقد أصبح كالأسد العجوز. الأطفال يتعاملون معه بألفة شديدة، والكبار بلا مبالاة. أثقلت كاهله السنون، وأصبح يشكو من أمراض الشيخوخة، فبطأت حركته وتعفرت. فين جواد يا ريس؟ حاضر حاضر حاضر. يلا يا عم عايزين نمشي يا عم. تراجع كوسيلة مواصلات رئيسية، بل أصبح عبئا على أقرانه الجدد من الأتوبيس والعربات وعربات النقل التي تختنق بخطواته البطيئة المقيدة على قضبانه. حتى ركابه وزبائنه فاض بهم. يلا يا عم خلينا نروح بقى، معانا اطفال صغيره. الشارع ما واقف اهو يا ست. هنعمل ايه؟ قدام منك العربيات اهي. مظلوم هذا الترام، الكل يضيق به، مع أن المسؤولية ليست كلها مسؤولية. فهل هو المسؤول عن أنه على طول شارع محمد علي لا توجد محطات للركاب؟
مما يضطرهم للمخاطرة بحياتهم للصعود أو النزول من الترام، ومما يربك المرور في الشارع مع كل ترام يمر على كل محطة. وهل هو المسؤول عن هذه العربات التي تقف على جانبي الشارع فتزيده ضيقا على ضيق؟ وهل هو المسؤول عن هذه العربات التي تعترض طريقه وتتعامل مع الشارع وكأنه ملك خاص لها؟ إلا أن هذا لا ينفي بالطبع أن الترام وكثرة أعطاله مسؤول عن حالات الاختناق التي يصاب بها الشارع طول اليوم. فكثيرا ما يكون هو السبب المباشر لارتباك حالة المرور في الشارع، وخاصة في الحالات التي تضطر فيها إحدى القاطرات إلى السير على الجانب الأيسر على طول شارع محمد علي كحل حتمي لإنقاذ صف طويل من العربات التي تقف على مشارف الشارع معطلة ومعطلة مصالح الناس وراء عربتين قديمتين ما زال هناك إصرار على تشغيلهما رغم المخاطر. فين القطر العطلان في دول؟ قطرين نوت محروقين قطرناهم هنسحبهم ونتوكل على الله على العباسيه. دلوقتي انت عايزنا بقى نسحب الترماي دوت؟ يلا يا عم توكل على الله. قلنا ان المواجير دي مفيش فايده فيها 50 مره، تعبنا مع العالم ونقول لهم فين مفيش فايده، هنقول لهم ايه تاني؟ بقى لها 60 70 سنه شغاله خلاص عدمت.